دبابيس الفراخ بصوص رهيب بالزبدة وصوص الباربيكيو، حاجة رهيبة ودايبة. بعد ما جبت الدبابيس وغسلتها كويس وصفيتها من المية بتاعتها، بدأت اجيب الدبابيس واعمل فيها فتحات بالمنظر ده علشان تسهل معايا السوا، وكمان تشرب معايا التتبيلة. وخلصت الكمية اللي معايا، هبدأ احطهم في بولة عشان نبدأ نجهزهم يخشوا الفرن. انا مش هحط توابل كتير غير مية بصل وملح وفلفل ومعلقتين زيت. احط على مية البصل الملح والفلفل والزيت، اخلطهم كويس، وبعد كده اضيفهم على الدبابيس. انزل بيهم على كل الكمية اللي معايا واقلبهم كويس بحيث يتشربوا من مية البصل بالملح والفلفل. وبعد كده اجيب صينية ارصهم فيها بالمنظر ده، انزل عليهم بمية البصل وعودين روزميري عشان يدوا ريحة حلوة للفراخ. ازود الصينية بنص كوباية مية قبل ما ادخلها الفرن، واقفلها بورقة فويل كويس. وبعد 10 دقايق من دخولها الفرن برفع عنها الفويل عشان تستوي بقى براحتها وتاخد لون حلو. ادخلها فرن سخن على الارضية لغاية ما تستوي معايا، وهتبقى معايا بالشكل ده. مش عايزاها تاخد لون اكتر من كده لان عامله لها صوص تحفة. في طاسة على النار هبدأ احط شوية زيت ومعلقة زبدة، فصين توم مفرومين فرم خشن، وبعد كده هحط 3 معالق صوص الباربيكيو، معلقتين كبار صويا صوص، و4 معالق كبار كاتشب، ومعلقتين عسل. وبكده الصوص خلاص جاهز معايا. اضيف له معلقة صغيرة بودرة بصل، وهبدأ انزل عليه بالفراخ اللي مستوية وجاهزة معايا. هقلبها تقليبة واحدة وخلاص هطفي عليها. هرش عليها رشة سمسم وكمان رشة بقدونس مفروم. كده خلاص الطبق جاهز وجميل وتحفة. جربوه بجد، يعني حاجة جميلة وطعم طعامة. بصوا الفراخ دايبة. رب الوصفة تكون عجبتكم، صحة وهنا على قلوبكم.